هلو، وحشتوني جدا جدا جدا. السكراب بتاعنا خلص، مفهوش غير ساحته فقد كده اهو، ولا هنعرف نعمل باديكير بيه ولا هنعرف ان احنا نعمل سكرابنج للجسم. فيلا بينا نروح ننضف العلبه ونعمل سكراب، بس المره دي مش زي كل مره. المره دي هنحط فيه حاجات غير كل مره، ومش هنحط اللون الاحمر علشان زهقت شويه منه. فيلا بينا. وهنا نضفنا العلبه بتاعتنا، نبتدي ان احنا ننشفها كويس جدا. طبعا احدثكم من المطبخ لان كل حاجه تقريبا او مش كلها او يعني هتبقى من المطبخ. اوكي، فاحنا ننشف العلبه الجميله اللي متبهدله معانا بقالها حوالي سنه تقريبا، وننشف الغطا كويس جدا جدا جدا، ونبتدي نجيب المكونات. وطبعا كلنا عارفين ان اول مكون بيبقى السكر. طبعا مفيش سكراب هيغنى عن السكر. وطبعا عشان بس نبقى عارفين السكراب دوت زي ما قلنا للباديكير اللي هو نعمل بيه رجلينا وجسمنا بس. يا ريت ما نحطوش على وشنا بعد اذنكم، يا ريت، عشان الحبيبات اللي فيها هتاذي بشرتنا، بس مش هتتشاف غير بالعين المجرده. وسيبكم من السكر اللي واقع ده، هنضفه بعدين. تاني حاجه هناخد عسل، مش هنحط معلقه فيه الا لو عندنا معلقه خشب، يعني هناخد حوالي معلقه كبيره بالطريقه دي. ونروح على تالت خطوه واهم خطوه، وهي المعلقه القمر ديت من زيت جوز الهند. ممكن نسيحه وممكن نحطه كده على طول، طبعا هو جامد عشان احنا في الشتاء والجو لسه مش حار. هنحط اخر مكون ويعتبر الاهم شويتين 3. نيجي بقى لاخر خطوه، وهي هنحط الشاور جل اللي احنا بنحبه عشان يدينا الريحه اللي احنا عايزينها. ولو شاور جل طبي ما فيهوش اي روايح، فاحنا عادي جدا ممكن نستغنى ونكتفي بريحه زيت جوز الهند، او نكتفي ان احنا نحط زيت لافندر او زيت ورد. واللي قبل كده اللي لونه احمر هتلاقي الفيديوهات تحت كان محطوط له زيت ورد، لان انا بحب ريحته جدا. فاحنا هنحط الشاور جل بتاعنا، مش هنحط كميه كتير، وهنجيب يعني شويه ميه دافيه علشان تسهل علينا كل ده. مش هنحطها كلها، وندمج يا عم الحاج كل المكونات القمر دي. نفضل نقلب كده، قلب قلب قلب. شايفين اللون البيربل قمر ده؟ حته قمر. هندمج كويس وهرجع لكم تاني. وبكده نكون خلصنا الشاور جل بتاعنا. بصوا مش فيه حبيبات سكر كتير، انا حباه يبقى كده اللي هو فيه حبيبات مش كتير قوي، وفي نفس الوقت تحسوه جل كده. عايزه اقول لكم ريحته بتبقى تحفه جدا، بيبقى ريحته حلوه قوي 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 حرفيا، وبيخلي الجسم كده بيبي كده، بيبقى ناعم. بصوا بقى، ممكن نحط زيت زيتون مع زيت جوز الهند وزيت ورد او زيت لافندر، ممكن نستغنى عن كل ده نحط زيت زيتون بس. زيت لوز حلو، زيت لوز مر مع زيت الزيتون. ممكن نحط زيت جوز الهند زي ما احنا حطينا بس. ايه تاني ممكن تحطوا مع السكر؟ قهوه البن الفاتح برضو بيبقى حلو، بيخلي ريحه الجسم تحفه. ممكن نحط كيس نسكافيه صغنطوط ده او معلقه نسكافيه من اللي عندنا، كل دوت هيبقى حلو. ممكن ما نحطش سكر ونحط كله بن وشاور جل بس، هيبقى كريمي قوي، مش هيبقى فيه حبيبات قليله. ممكن نكتر السكر بحيث ان يبقى كله عباره عن حبيبات متشرب بس من الزيوت والحاجات ديت، لكن انا حباه كده، بحسه بيبقى اهدى شويه على البشره. مالكوش دعوه بضوافري عشان لسه هتتنضف. المهم، يا رب يكون الفيديو عجبكم. احنا عملناه كذا مره بس دي بطريقه مختلفه، جربوه وحرفيا هيعجبكم جدا. تصبحوا على خير، اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.